الواحد مش عارف يعمل ايه يا جماعة. شفتوا التنهي ده؟ نعمل ايه طيب؟ الواحد لما بيبعته عن سفرية واحدة بيحتار ولا اتنين، يقعد يقول ايه الماينس بقى وعامل ماينس ايه واجيب لعيبة كتير ومش عارف ايه. ولما يبقى معاك 5 تغييرات تبقى محتار اكتر ومش عارف تعمل ايه. مش عارف هم مديهم لنا كنا مستنيينهم، وفي نفس الوقت هم ادوها لنا نعمة دي ولا نقمة، محدش فاهم نعمل ايه. طيب الناس تشورني. بص انا هعمل ايه. انا هروح كده اجيب دبل دفاع من ارسنال ايه يا ابني؟ انت بتتكلم اي حاجه. ارسنال صليبه وجبريل الاتنين مصابين، والدفاع التاني واقع على وشه ما بيعملوش كلين. هتبقى رايح شاري دفاع غالي ومش هيعمل كلين، هتزعل اكتر. خلاص 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 بلاش التفكير ده. انا هروح اجيب دبل اب من دفاع كريستال بالاس. كريستال بالاس فريق قوي وعنيف. هجيب مونيز مع مارك جويل اللي عندي. مونيز ايه بس؟ يا نهار ابيض، ده ناس يا ابني ربنا يفك حبسه. الراجل حبسجي، راجل عامل مشاكل كتيره ومحدش عارف هو راجع امتى. يا وجع قلبي ما هي ناقصه. طب ابيع مين؟ طيب ابيع مثلا فان ديفين واطلع لواحد حلو ويجيب ال20 نقطه اللي بيجيبهم بقى، فاهم؟ وانا احطه على الدكه بس المره دي وانا بايعه بقى واتنحيت. ما هو ما بيجيبليش نقط ابدا في التيم، لازم يجيبها وهي بره او لما بيعه بقى يحصلني. طب خلاص 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 يا عم، بطل التفكير. بص انا هرجع فولتميدا. هرجع فولتميدا. لا ايه ده؟ ماتشاته صعبة بعد الماتش اللي جاي، الماتشات صعبة جدا. طب وبعدين؟ طب اسيب جواو بدو اسيبه؟ ياه ده عيل كريه، كريه. انا بكرهه بس مش عارف استنى عليه في ماتش ايفرتون ولا لا، هتجنن. او هجيب الواد ديسبريول. حلو ديسبريول وبسعر رخيص. بس ماتشاته برضه مش احسن حاجة. طب نعمل ايه؟ لا 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 لا. وكنت بتفكر فيه انت دماغي ده حتى قبل ما كان مصاب كان بايظ. يا قلبي انت مجنون بتفكر في الكول بالمر؟ يا ابني ما انا ممكن الاقرع يعملها معاك ويقول لك روتيشن والعبه ماتش واريحه ماتش. بلاش تزود نفسك كده. لا لا لا، بص انا هطلع في الحلقه والناس بقى ايه، اتكلم معاهم من قلبي ونشوف ايه اللي يجي وايه اللي ما يجيش. ويلا بقى قوم 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 سهر، قوم 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 يا اخي ما تقرفش نفسك. يلا يلا. ما تيجي نغامر مع بعض؟ ما يلا يا عم نغامر، ايه المشكله؟ يعني هي جت على المره دي، ما احنا السيزون ده تقريبا كله مغامرات وعمالين. بص اللي ماشي جنب الحيط هو اللي بيزعل. انا مشيت جنب الحيط فتره كبيره لغايه ما لقيت نفسي بزعل. فهو الموسم حرفيا موسم مغامرات. انا جاي النهارده عشان افك لك الحيره اللي انا وريتها لك في الفيديو ده، اللي احنا بنفكر فيها كلنا دلوقتي بسبب ال5 تغييرات الفري اللي اللعبه اديتها لنا. وهنجيب مين ونودي مين ونطلع مين، ودماغك هتشت ولاعيبه تتصاب. امبارح نسمع تمبر متصاب، خلاص اتاكد غياب مونييز. الحياه مش الطف حاجه. ما تيجي نغامر بقى ونغير السياسه بتاعت اللعبه. يلا بينا. تعال هديك المفيد، اسمع مني، يلا بينا. انا بقى يا ابو الصحابه عندي الحل لل5 تغييرات دول. مش هخليك تفكر كتير ولا تتعب، انا افكر لك واتعب. ما انت شفت في الفيديو تاني. انا افكر واتعب وانت خد الخلاصه. وامشي ورايا المره دي، ويا عم اعتبرها اخر مره. وقول يا عم ايه بعد كده همشي عكسك، وايه يبقى ده الكاتيجوري بقى، انا هجيب الحاجه انت تمشي عكسي. ماشي، بس انا بقول لك المره دي امشي ورايا. بعد دراسة عميقة وتفكير زي ما انتم شايفين وعمال اروح واجي، انا وصلت ل5 تغييرات اعتقد ان هم مناسبين للكام جولة اللي جايين، على الاقل 4 جولات جايين. يعني نقول لغاية ايه الدور الاول لما يخلص. تمام تمام. التغييرات دي انا جايبها بناء عن ايه؟ بناء عن الفورمة بتاع اللعيب. تمام. فورمة الفريق في الوقت الحالي، مش من اول السيزون، لان الفورمات بتتغير بشكل غريب في السيزون ده. مفيش حاجة ثابتة على موقفها، كل الفرقة طالعة نازلة. فانا بتكلم في الوقت الحالي بس الفورمه بتاع الفريق. وفي نفس الوقت الماتشات السهله، عنده ماتشات سهله. ليه برضه ما نجيبش؟ ما هو احنا برضه مهما كنا هنألف برضه لازم نرجع لحاجه اسمها الاحصائيات والارقام والكلام ده. بس المره دي ايه، انا بفكر نريسك شويه، يعني نروح لايه، لديفرنشن بجد. ومش واحد ولا اتنين، ممكن 3 مثلا، 4 لو تقدر. بس هي عايزه كده. يلا بينا. يلا بينا. خد مني. انا بقول لك في خط في خط في حراسه المرمى، اول حاجه نبتدي بحراسه المرمى. لو عايز تعمل تغييره، مع ان انا شايف ان ال5 تغييرات دول ما تحاولش انك تستخدم فيهم حراسه المرمى قوي،
الا لو انت متعسف قوي زي حالاتي. يعني انا عندي اتنين يعني مش ما بيعملوش كلين، ولو عملوا كلين يعني ظروفهم طينه. بس انت لو عندك جون ماسك نفسه لا سيبه، ما تعملش فيه تغيير. انما مثلا لو عايز تغير وما عندكش رايه، روح جيب رايه وخلصت. انت كده معاك لغايه السيزون، لغايه تقريبا لما الموسم يخلص. جون اساسي انت ممكن تطلعه بين كل 10 ماتشات ماتش. تصرف له بقى فلوسه، انا ما اعرفش تجيبها ازاي، معاك 5 تغييرات، اتصرف بقى مشي خلاص. ما فيش حاجه اسمها فلوس، ما فيش حاجه اسمها لعيب بسعر عالي. صلاح ب 14 وكذا، الناس اللي جايباه زعلانه مع ان برقم ويتفكوا، لما فكيت تحس ان الدنيا جميل. هو الوحيد اللي بقيمه فلوسه هو ايرلينج هالاند فقط، الباقي كله تحس انه عادي. الزياده لا مش حلو، وممكن برونو برضه بقيمه فلوسه شويه عشان هو ب 9 مليون. تمام، انما الباقي كله صدقني كله والله ما فارقه فلوس. في لعيبه بجد باسعار 5 مليون ومش عارف كولينج ومش عارف ايه، بيجيبوا ارقام زي الناس دي. فما تفكرش بقى ايه في ان انا عشان معايا فلوس كتير وفرتها من لعيب بعته فعايز اجيب لعيب لا، جيب اللعيب اللي هينفعك في الجولات الجايه. زي انا قلت لك اول حاجه حارس المرمى رايه كده كده ما فيهوش كلام، جيبه واركنه. تمام، فك دماغك، اسمع مني. هتخش في الدفاع. الدفاع انت محتاج ايه؟ انا قعدت دلوقتي لما قعدت افكر فعلا دفاع الارسنال الدنيا بتبوظ فيه تماما، فانت مش ينفع تعمل منه دبل. انت كلنا عندنا تقريبا تمبر او كاليفوري، وغالبا مع رايه يبقى زي الفل، لان تمبر اصلا كمان فيش كوك ان هو يلعب. بس هنقول على فاود احنا هنسيبه عشان مش هنعمل عليه تغييره برده، ممكن يلعب فنزعل، فهنسيبه. تمام، فكده ايه عندك الاثنين خلاص حلو قوي في الماتشات السهله تلعبهم، في الماتشات مش عارف ايه، لان الدفاع نفسه مش مستقر وبيدخل فيهم اجوان بسهله والدنيا ايه مش احسن حاجه. طيب هنروح لدفاع كريستال بالاس، موضوع اقوى دفاعين اللي انا بتكلم عليهم في الوقت الحالي. كريستال بالاس مونيز خلاص اكد يعني مش المشكله مش كمان مش في الحبس ده، هو تقريبا مصاب ممكن يقعد شويه حلوين، فالدفاع نفسه برضه من غيره هو كانش بيفيد قوي، بس تحسه كان عامل نشاط كده فلا انا حاسس ان الدفاع الماتش اللي فات من غيره اتاثر شويه، اللي هو سيلينج ده او اللي هو اللعيب اللي نزل مكانه ده ما كانش احسن حاجه، مع ان العين عليه في الماتشات السهله ممكن تجيبه تلاقيه ب 4.3 ولا حاجه، وتجيبه تستغل مثلا دبل دفاع في وقت معين، بس انا مش ضامن دقايقه ومش ضامن اي حاجه، فبرضه ببعد عنه. مفيش غير ماك جوي هو المضمون، وكو تقريبا عند الناس كلها والناس كلها هتروح تجيبه، ولو ما جبتوش خليه في اولويات التغييرات بتاعتك. تمام. انا دلوقتي عمال ابص على الماتشات وابص على الدنيا، لقيت ان في فرقه زي فولهام احنا ممكن نستغلها في الثلاث ماتشات اللي جايين. فولهام في الوقت الحالي هي ديفرنشال، هي فريق محترم ماسك فورمه بيلعب مع كل الفرق بقى بيجيب اجوان، تحسه لا ابتدى يقول. وبالاخص انا اللعيب اللي بتكلم عليه في نص الملعب هنتخطى ونرجع تاني للدفاع، هو هاري ويلسون انا بتكلم عليه بقى بتاع 4 حلقات، بتكلم ان ويلسون ده يا جدعان فكروا فيه، والولد كل ماتش مولع الدنيا قدام اي فريق. تخيل بقى هو جدوله الماتشات الجايه بتاعته مين؟ بص يا معلم، عنده بيرنلي في نوتنجهام فورست في ويست هام 3 ماتشات. انا متهيألي ان ويلسون ده ممكن يطلع برقم محترم قوي. انا متهيألي ممكن يطلع مثلا يجيب لك في ال3 ماتشات دول حاجه زي 30 نقطه 25 نقطه مينيمم. فده من اولويات برضه الترانسفير اللي لازم تجيبه في فريقك. تمام. نرجع للدفاع تاني، نجيب مين بقى؟ حبيبنا القديم اندرسون بتاعهم بتاع الدفاع. اولا لعيب هو اخر جولتين بس ما عملش فيهم كلين تغيرات دفاعيه، والماتشات كانت صعبه شويه، بس هو في العموم لعيب فورمه وجميل وسعره حلو قوي، وماتشاته زي ما انت شايف نفس الكلام، مع فاهم ماتشاته غالبا ممكن يبقى فيها 2 كلين مثلا، انت فاهم قصدي؟ فنجيبه يبقى معانا دفاع وهجوم. ليه ما نجيبش راؤول؟ معلش اقنعني ليه؟ كلنا عمالين نبص على راؤول وكلنا حابين راؤول وكلنا راؤول نزل، راؤول دلوقتي راجل ماسك فورمه وبيلعب ومش عايزين نروح نجيبه. طب ما نجيبه، ما هي ال3 جولات دول احنا ممكن نعمل تريبل من فولهام، ممكن اصلا يبقى ده الديفرنشال الحقيقي ان انت تلاقي نفسك مولع الدنيا بال3 دول بس. راؤول واخر جون برضه عامل اسيست هو، وهو اللعيب ماسك فورمه، هو هاري ويلسون اللي جابه في ليفربول، ولا اللعيب فورمه محترمه واسعارهم حلوه، هتديك بقى براح انك ايه لو عايز تعمل اي حاجه ثانيه. انا شايف ان انا اعمل دول تغييرات 3 تغييرات مثلا اساسيه مع رايه، انا كده خلصت ال4 تغييرات، ناقص لي تغيير. انا محتاج لعيب في نص الملعب يشيل معايا شويه، انا جايب موبيمو والناس برضه اكيد عندها تغييره و2 في نص الملعب. انا برجح لك في الجوله الجايه بالذات انت ممكن تجيب دانجو وطاره. دانجو وطاره هيسافر افريقيا ماشي، بس الجوله الجايه ليدز، ولو معاك تياجو يبقى دبل برضه ديفرنشال، لكنك بتعمل فري هيت لماتشات سهله بتارجتها، ممكن الجوله دي تولع معاك، تنزل برقم خزعبلي، انا بكلمك بجد. مثلا والجوله اللي بعدها
معاك براح اصلا في فلوس، ممكن تروح تجيب بقى اي لعيبه جدولتها حلوه. انا مثلا برجح لك مثلا لو ما عندكش فودن كده كده لازم تجيبه، ولو ما عندكش اصلا فودن ممكن تجيب فودن مكان اسمه ايه ده دانجو وطاره لو معاك فلوسه. وسيبك من هو بيلعب كريستال بالاس مش كريستال بالاس، قلت لك لعيب اون فاير وانت تعتمد على الفورمه، والفريق كله حلو بيجيب اجوان وجدولتهم جميله جدا جدا يعني لمده 7 ماتشات. سيبك من كريستال بالاس، من بعدها الدنيا رايقه، ما انت اللعيب مش جايبه عايزه كله جوله، هو كده كده لازم هيجلي جوله. ففودن كده كده من الاولويات عشان ما نتكلمش فيه. انا شايف واحد زي بيدرو نيتو فظيع فظيع يا جدعان، برضه قدام اي فريق كبير صغير يحير يشير، هو ما عندوش مشكله ولازم بيطلع باسيست او جون، ولعيب بجد اكتف وبيعمل شكل للفريق، وهيستفاد قوي لما بالمر يرجع كمان. ماشي ادي واحد. دانجو وطارا طبعا انا قلت لك عليه، مش عايز دانجو وطارا، عايز لعيب يكمل معاك من نفس فريق ليدز عشان تستغل الجولات، جيب دامس جارد ده جميل جدا برضه، لعيب انا شايفه حلو، هو مش اون فاير وبيجيب دبل ديجيت بس هيجيب لك نقط. وانا بكلمك في لعيبه باسعارها عامله ازاي، لو انت قارنتها بلعيبه اسعارها اللي عندنا موبيمو وسيمينيو مش هتلاقي ان اللعيبه دي احسن بكتير، يعني ارقام بتجيب لك نقط وارقامها مش موجوده. الناس دي غاليه وما بتجيبش نقط، ما فيش نقط. تمام. زي ايزي عندي مفيش، اللي هو جوله كل 4-5 جولات، ففي الاخر برضه هو يعتبر لكنه بيجيب زي اللي ب 5 مليون. تمام. عندك ديسبري هول ماتشاته مش احسن حاجه، بس انت لو عايز تجيبه كفورمه في الوقت الحالي تغيره. تمام. عندك ممكن فعلا تجيب فولتميدا بس ماتشاته مش احسن حاجه لو انت عايز تعتمد على فورمته، وانا شايف ان هو مش لعيب انفجاري، ما تجيش تجيبه، هو لغايه دلوقتي اول سيزون ما جابش جونين اصلا، اخره جون، فعادي لا سيبه. انا شايف اولويه بيع، لو هتبيع جواو زي جواو بيدرو اللي هو الناس كلها عايز تخلص منه، فاهم؟ هتروح تجيب راؤول وش على طول مفيش كلام. فده بالنسبه لي 5 تغييرات، ودي نصيحتي ليكم لو انتوا عايزين بقى ايه تريحوا دماغكم للخمس 4 تغييرات، للاربع جولات فعلا تبقى مش محتاج غير ترانسفيريه واحده وتسيف ترانسفير وتدخل الدور الثاني معاك كل الخواص والدنيا جميله وتبقى برنس. وانا شايف هي دي، وانا هعمل غالبا دي، وهنزل لكم ان شاء الله تشكيلتي قبل الديدلاين مثلا ب3-4 ساعات او قبلها بيوم بكره بالليل حاجه زي كده، اللي هي التشكيله النهائيه خالص. وان شاء الله تبقى جوله سعيده علينا، ومفيش توقعات لاي حاجه لان هي ما بقتش في اي توقعات لاي حاجه، وانا زهقت باللعبه وطالع بالحب نهزر. احنا هنهزر بقى خلاص، يلا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، سلام 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 سلام.